السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معواشر مبروك على الجميع. ان شاء الله يدخل عليكم هاد رمضان هذا بالصحة والهنا، وباش كنتمنى ان شاء الله يا ربي والاجر والثواب. بالنسبة للفيديو اللي ديال اليوم بغيت نشارك معكم طاجين مغربي معروف اللي هو الحوت بالبصلة والزبيب، اللي كيجي بهاد الطريقة سهل في التحضير وكيجي لذيذ بزاف بزاف ما تشبعوش منه. متنساونيش كذلك باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وكذلك الاشتراكات ديالكم فعلوا زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. بالنسبه للطاجين اللي كتشوفوا دابا، انا درت البصله هنايا شلتها، غادي ندير واحد شويه من التحت، وعاد غادي ندير الطريفات ديال الحوت الفرخ. ومهم انا عندي الطروفه شويه كبارين. بالنسبه للطاجين عندي شويه صغير، ولكن غادي يطيب داكشي كامل وما غاديش يعني نلقى مشكله. غادي نزيد من الفوق الثومه اللي حكيتها تقريبا واحد 5 ديال الفصوص. كما قلت لكم انا درت الطاجين هذا، غادي ندير مكونات كلشي في مره واحده. غندير هنايا معلقه صغيره د الملح، شويه ديال الابزار، معلقه صغيره د الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره د الخرقوم. وغادي نضيف هنايا معلقه صغيره ديال القرفه باش كتعطينا داك النسمه، والقزبر والمعدنوس تقريبا واحد شويه هكذا مقطع. وزيت النباتيه مخلوطه مع الزيت البلديه تقريبا واحد 4 كاس. درت هنايا درت واحد 2 معالق كبارين عامرين ديال المطيشه ديال القراعي، ولا كتحكوها ولا اللي بغيتو، ولا الطماطم موركات اللي كان. وهنا الورق ديال سيدنا موسى او ورق الرند 2 حبات. وهنا غنزيد من فوق داك البصله اللي بقات لي على حسب الكميه اللي كديروا. بالنسبه لهاد البصله راه غادي يذوب في الطياب، ما غاديش يعني غتبقى هكذا، ولا راه دغيا غادي طيب مع كلشي في مره واحده. وغنزيد شويه ديال الزبيب اللي درتو يرقد في الماء وغسلته مزيان داك التراب وداك الشيء، وكندير واحد الحفينه هكذا نديرها من الفوق هكذا. بالنسبه للماء ما غاديش نديرو في الطاجين، البصله هي اللي غادي تطلق الماء ديالها مع مطيشه صافي غيطيب على المهل. هنا من الفوق ضفت واحد المعلقه صغيره ديال القرفه من الفوق. كاين اللي كيدير العسل كيدير السكر، اما انا ما غاديش ندير اخوتي. كفايه ان الزبيب حلو فصافي كافي، كتجي المريقه زوينه ديالو. وهنايا غادي تشوفوا كما شفتوا الطاجين عامر، ولكن راه غادي هذاك البصله غادي تذوب. وغادي ندير واحد المعلقه هكا باش الجوانب ما يفيضوش بداك المرقه، وكنراقبوا المسائل وصافي. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. كما كتشوفوا انا درتو دابا في هذا الطاجين هذا اللي قلت لكم شويه عندي صغير ما عنديش كبير، ولكن راه كلشي غادي يطيب في خطره ان شاء الله. وغادي نخليوه على نار مهيله كيطيب. وبالنسبه للجوانب ديروا شي معلقه هكا، عاد ديروا الغطايه باش الا المريقه هكا تقدر تفيض لكم ولا شي حاجه، فمن الاحسن انا دائما كندير شي معلقه هكا في الجنب، كنرد عليها الغطايه وكنخلي داكشي كيطيب على خاطرو حتى كيوجد مزيان مزيان وكيتعلق داكشي. فهو الطويجين ديالنا وجاد، وكما شفتوا داك البصله هودات كلشي طاب في خطره وحده، والمذاق
ولا الريحة يا سلام، كيجي روعة روعة من السم بالقرفة والتوابل المغربية الأصيلة اللي كتعطيه واحد النكهة زوينة بزاف. وهذا طبق مغربي يعني الناس كديرو، كاين اللي كيديروه بعدة طرق، ومهم كل واحد وكيفاش كيديرلو، المهم هو المذاق يكون زوين. كما كنعرفوا الحوت ديال الفرخ كيدغيا كيطيب، وكل منطقة شنو كيقولوا له. حنا في المنطقة ديالنا كنقولوا له في الحقيقة الحوت ديال النون. النون يعني راهي اسم عربي فصيح. النون هو نوع من الانواع ديال الحوت، وكاين اللي كيقولوا الفرخ، وكاين اللي كيقولوا شنو يعني كل واحد كل منطقه شنو كيقولوا لها. كما كتشوف اخوتي العزيز طاب داك الحوت، لحقو طريقو مع البصيله ومع الزبيب والمذاق يا سلام. نتمنى لا عجبكم هذا الفيديو، متنساونيش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الجميله الرائعه بحالكم، وكذلك الاشتراك، تفعلوا زر الجرس، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، ومع السلامه.